في السوبر المصري الغريب الاهلي نجح ان هو ينهي القمة اللي بينه وبين الزمالك. الاهلي نجح ان هو يسيطر على مجريات المباراة من اول دقيقة، والنهاردة وفعلا لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. اشرف بن شرقي بمساعدة احمد سيد زيزو بيفتتح اهداف الاهلي في شباك الزمالك النهاردة. حاجة الواحد ما كانش يقدر يصدقها من سنتين او من 3 سنين. لكن مروان عطية بيختم التفوق الاهلاوي النهاردة على الزمالك بتاني الاهداف. اي نعم، كان في بعض الامور التحكيميه الغريبه في مباراه النهارده. هو سوبر غريب جدا من بدايه حفله الافتتاح اللي كانت تشبه الافراح الشعبيه والمهرجانات اللي كانت شغاله النهارده. لكن النهارده ياسر بيمشي على نهج مارسيل كولر. النهارده الاهلي بيفتتح بطولاته في الاخر السنين في 2025، ونياس سوروب بيبتدي اول بطوله ليه مع النادي الاهلي قصاد الزمالك. نفس المشوار في بدايته لمارسيل كولر مع الاهلي. وواضح كده ان نياس سوروب هيحاول ان هو يقدم افضل ما عنده للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. مبروك للنادي الاهلي وحظ اوفر للزمالك في قادم المباريات وقادم البطولات.